الله يرحمك لاله تدير تويمه القزبور ومليحه وتبوس لذيذه وتعطي لباباه قتله هاد القزبور هذا حتى يطلق المويه ديالو. ندير شويه د الخل باش نشلل داك المهراس، فليفله حمراء، شويه د الكمون وشويه السوداني ونقطع د الماء وندوق داكشي كي داير. نديرو الكبيده ديالنا مقطعه دي طرونش ونشرملوها ونخليوها واحد الساعات المكانه حتى تشرب لنا شرموله، عاد نقليوها. تناخدو الكبيده وتنديرو لها الطحين وتنضربو عليها الله يرحم لاله، ونجيو نديروها في المقيله. ما تكونش الزيت سخونه وما تعطيهاش العافيه بزاف، حنا بغيناها طيب على المهل وتبقى من الداخل سينيونط. عقلوا على هاد الهضره اللي تنقول لكم. داك الشرموله اللي شاطت غادي نزيدو عليها الليمون مصير مقطع سويرات. دابا غادي نقلبوها باش تبقى لنا من الداخل سينيونط. دابا غادي نهزوها ونحطوها تبرد شويه باش نقطعوها. الوقت اللي غادي نقطعوه غادي نديرو شرموله داك الزويته شولاطاي. عقلوا معايا على لاطاي، شو كيبقى من الداخل سينيونط. ودابا ملي قطعناها غادي نكبوها على داك المريقه وغادي ندوروها 5 دقائق ونطفيو عليها 5 مينوت. راه الزويتنات زيدو الزويتنات، منساوش في التالي كبيبه ديال الخل باش تعطينا داك اللذه. هادي هي الكبيده اللي غتاكلو عند الشاف كيمو في الريستورون ديالو، وهادي هي الكبيده اللي غتكون ساندويتش ان شاء الله باذن الله. هادي القيمه ديال لي فان ديالي، ها هي بصحتكم. الله يرحم جدودنا والله يخلي لي امي اللي علمتني هادشي، تنموت عليكم. وهذه هي الكبيده المشرمله اللي تاكلوا عند كيمو، عقلوا عليها مزيان. ها هي